تعالي بقى اقولك على تتبيله للحمه الضاني ولا غلطه. معانا هنا فخده ضاني هنشرحها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو احنا هنجيبها ونشتغل فيها على طول هنعمل كده في الفريزر، هنسيبها تفك. هنشتغل في التتبيله بقى، يلا بينا هنسمي الله كده ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه. معايا هنا كوبايه من عصير البصل، من ميه البصل، تمام. حطيت عليها كده فنجان صغير من زيت الزيتون، وكمان هضيف عليها 3 معالق من الخل عشان تدوب الأنسجة وتفتحها، وكمان معلقة من معجون الصلصة، تمام، وكوباية كبيرة من الزبادي. المكونات دي كلها بقى هنضيف عليها كده التوابل بتاعتنا، هقول لكم عليها دلوقتي. عايزه اقول لكم تتبيله خطيره. هحط بعد كده بقى معلقه عسل نحل، وما تقلقوش خالص ما بيبينش السكر بتاعه او التسكيره بتاعته في قلب التتبيل، تمام. هحط بقى التوابل بتاعتي: بابريكا، فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، ربع معلقه كاري، وكمان هنضيف الملح بتاعنا ما ننساهوش، ونقلب بقى كل التتبيله دي في بعضها. وكمان هضيف معلقتين مستردة او خردل، بيدي طعم وريحه فظيعه يا جماعه في التتبيله بتاعتي دي. لو مش متاح بالنسبه لك خلاص مش مشكله، بلاش نضيف، تمام. لو مش متاح يعني ما توقفيش نفسك عليه. هحط بقى التتبيله بتاعتي كده على الفخده الضاني بعد ما طبعا نشفتها كده من اي حاجه فيها. وهسيبها بقى التتبيله اللي انا تبلتها دي من بالليل لحد الصبح ما هشتغل فيها، تمام. مهم جدا ان احنا نسيبها وقت كافي علشان بس ايه، كل التتبيله تدخل في الانسجه ويبقى طعمها كل واخد من بعض، تمام. هنسويها ازاي يا امان؟ انا هسويها في الكيس الحراري. جبت اكبر كيس حراري عند الراجل اللي بيبيع الادوات بتاعه النظافه والحاجات ديت، مخصص يعني للاكياس الحراريه والاطباق البلاستيك والرز باللبن والكيكات والحاجات دي، تمام. عشان اللي مش عارف هي بتتباع فين، او في المولات الكبيره بقى، في كارفور، في هايبر، في الحاجات اللي احنا عارفينها دي. حطيت فيها كده الفخده بعد ما تبلتها طبعا، وهبدا ان انا اسويها. خدوا بالكم انا مخليه الجزار يعني مكسر لي العظم بتاعها، يعني هي الفخده دي العظم بتاعها متكسر، اللحم بس اللي ماسك في بعضه، فلما تستوي مش هتطلع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والرسمه اللي انتوا شايفينها، لا ده هتطلع قطع، تمام. هفتح بقى الكيس بعد ما قفلته كده، هعمل فتحات بس عشان البخار بتاعه ما يخليهوش ينفجر في قلب البوتاجاز او في قلب الفرن بتاعنا. حطيتها في الفرن بقى، احطها في الفرن ونسيها. يعني بصي، هي ما خدتش معايا وقت لان الفخده معايا يعني مش كبيره قوي، ده صغيره في السن، تمام. انتوا بالنسبه لكم لو اللحمه كبيره معاكم في السن حطوها وسيبوها على نار هاديه، هتلاقيها دايبه معاكم دوب، تمام. وده شكلها معايا اهوت. عايزه اقول لكم اللحم بتاعها دايب دوب يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. طبعا عملت معاها رز بسمتي، عاملين الرز البسمتي كتير في فيديوهات مشاوي كتير، واكيد كلنا بنعرف نعمله حاجه كده تحفه. اللهم بارك. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه للصفحه. كانت معاكم ايمان، وكل سنه